السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، تكونوا كامل لاباس. اذا اليوم راح نشارك معكم روتيني الطبيعي المعتاد. اذا بديتكم هنا من السال دو بان، راح نبروسي اسناني بهذا المعجون من مارك اكسترا. هذا تاع الفحم مليح بزاف، لكن انا نعاود وراه بسينيال باسكو يخلي هذوك الفراغات اللي بين الاسنان يكحلهم شويه. انا نعاود بسينيال، من الاحسن تعاودوا وراه. هنا بالنسبه للغسول بور لو فيزاج، هنا نستعمل بيوديرما غسول هايل بور لابو سونسيبل، ننصح به البنات، مليح بزاف لكنه شويه غالي، بصح يحكم لكم 3 موا ولا 4 موا. بعدها ندير لا كريم هيدراتونت من لا مارك لا روش بوزاي سي كابلاس بومبي 5 اس بي اف 50. هذه نحطها في الدار وكذلك تصلح برا باسكو فيها الاس بي اف، مليحه بزاف يا البنات، تغذي البشره ويعني وتردها تهبل. وهنا بديت معكم فطوري بسم الله. اذا فطور عادي، شويه كونفيتور، شويه زبده، شويه لي غوفريت. اذا حليب وقهوه كيما العاده، لازم نبدا نهاري توجور بحليب وقهوه. هنا نحاول اني نكثر القهوه هكذا باش نفطن يعني ونقدر نبدا نهاري. حبيت كذلك نشارك معكم هذه الحكمه اللي تقول الناس بكري قالوا النيه زوج ويدان، الواد الاول صافي فيه النقاء عوم وشقى، تلحق تلقى وقدرك يبقى، الواد الثاني واد الخدع شر يلمع، يقول لك تبع تغرق ومن غدر وتشبع. الدنيا مرة والصبر دواها، حتى واحد ما لقاها كيف بغاها، الواحد هو اللي يخدم لداك الشي اللي موراها، حيث في الجنة اللي تشهاها بنادم يلقاها. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. الحمد لله خلصت فطوري، الحمد لله على النعمه. اذا رجعت هنا للنيتواياج اللي ما يخلصش. نستعمل انا هذا جافيل من مارك بريلاكس بون بري، يعني ويحكم بزاف، فيه 5 لتر. كذلك نستعمل هذا ساني بون تاع الخزامه مليح بزاف، يدير فقط 10000. انا في العاده نستعمل امير، لكني جربت هذا ايضا ولقيته كذلك مليح باسكو لو بري تاعو ريزونابل ويخلي ريحه مليحه. لودور تاعو ريحه الخزامه تهبل. كل وحده فيكم تخلي لي في تعليق انواع لي برودوي اللي تستعملهم في النيتواياج، نفيدوا بعضنا واش هما لي برودوي الملاح في لو بري وكذلك في ليفيكاسيتي تاعهم. سورتو ساني بون على بالي بلي امير المليح. كذلك اكتشفت هذا ثاني مليح تاع الخزامه، يدير فقط 10000 ولو بري كذلك مليح. اذا نحاولوا انه ننفعوا بعضنا، خليوا لي كما قلت في لي كومونتير يعني هكا باش ننفعوا بعضنا ونفيدوا بعضنا. رجعت هنا للكوزينه، هنا حطيت البصله وكذلك داويتها تري بيان مع لي زيبيس تاعها. انا راح ندير محاجب، هنا الطماطم كذلك رابيتها، كذلك رافقت المحاجب مع خضره، حطيت البطاطا والسناريه يعني يفورو، هادو نحط لهم كي يخلصوا زيت زيتون. انا حبيت نفيدكم بهذا الفلفل يعني الاحمر هذا اللي يجي صغير، هذا فيه واحد البنه يا البنات، بنه تهبل سورتو مع المحاجب يطلق واحد البنه. انا حاولت نحط فقط 3، يعني حطيت 3 تاع الفلفل صغيرين. هنا العجينه كانت وجدتها ماما. هنا حبيت نفيدكم ايضا بتدبيره، هنا بالنسبه للجombo هذا تاع نكهه الدجاج. بعد ما يطيب لكم هذيك لاصوص تاع المحاجب، حاولوا انكم توضعوا فقط نصف مكعب على هذيك لاصوص، راح يطلق واحد البنه تهبل وتجيكم محجوبه بنينه تهبل. هنا لاصوص تاعي حاولت اني نرابيها باسكو مع الاول راني حطيتها قطع كبيره. انا نعتمد هذه الطريقه لانها طريقه سهله. نحي هذوك الفلفل الاحمر هذاك نحيه، وبالنسبه للفلفل هذا الاخضر راني قصيته دوك تشوفوا كيف راح نديرو. هنا كما قلت بالنسبه لاصوص تاعي راني توجور يعني نديرها قطع كبيره، تسمى ما عليا الا اني نقشرها ونقصها قطع كبيره ونحطها تطيب، وبعدها نضيف عليها طماطم يعني هكذا راح تختصر لي الوقت. ولما تطيب نحطها في الروبو كيما راكم تشاهدوا ونرحيها تري بيان، راح تولي لي مرحيه مليح وراح تسهل عليا العمليه، يعني تجيني سهله لما نحطها فوق العجينه، يعني تمشي لي تري بيان بالمورفه تجيني سهله. هنا رجعت للفلفل تاعي الاخضر، بعد ما طيب لي هذيك لاصوص ونرحيها تري بيان، نوضع عليها بعض القطع تاع الفلفل الاخضر ماشي طايب يعني خليه كيما راه. رجعت هنا للماعن اللي ما يخلصوش، اللي كل دقيقه يخرج لك حاجه. اذا نخليكم مع هذا المقطع الموسيقي ونرجعوا فيما بعد.
خلصت الماء نتاعي، نمسح لاباياس، نعقب عليه توجور بتورشون تكون نظيفه وشويه جافيل، لازم نخليه يلمع. هذه خطوه ضروريه. نرجع هنا للمحاجب تاعي. بسم الله راح نبدا بالمحاجب. حبيت نفيدكم بهذه القاروره بوتاي دويل، يعني قاروره للزيت. هذه القاروره راح تساعدكم وعمليه، حبيت نفيدكم بها كتدبيره ايضا، يعني عمليه، يعني تفرغ لكم بكونتيتي قليله. بالنسبة للعجينة كما قلت سابقا عملتها ماما، عملتها من قبل أنا في فيديو سابق، معجونة إكسبرس بدون عجن وبدون دلك. هخليها لكم في صندوق الوصف. بالنسبة اللي ما يعرفوش يعجنوا، طريقة جد سهلة، معجونة تري بيان، بطريقة سهلة تسهل عليكم العملية، توجو خاصة الناس اللي عندهم يعني مرض المفاصل إلى آخره وما عندهمش بيتخا اللي غلاء. طبعا البيتخا العجانة غالية، اذا طريقه جد سهله باش ما تعجنوش وتخرج لكم عجينه طريه، ويعني وتقدروا ديروا محاجب لولادكم بطريقه جد سهله. رايحه نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. كما قلت عملتها من قبل. اذا بديت هنا فتحت معكم حبه محجوبه، حطيت لافارس تاعي. لاحظوا لافارس تاعي كي نرحيها بالروبوت تجيني سهله كيما تاع المحلات. بالنسبه لتدبيره الجمبو اضعوا فقط كما قلت نصف مكعب، ما توضعوش مكعب كامل، لانه لو كان توضعوا مكعب كامل راح يجيكم لا فرص مالحه. انا هنا ضفت شويه ملح ثاني باسكو في الاول خلاص ما حطيتش بزاف الملح، خفت تعود تجيني مالحه. كما قلت الجمبو اصلا راهي فيها الملح، تسمى تولوا لهذه النقطه ما توضعوش مكعب كامل، اوضعوا فقط نصف مكعب. وهنا ختمنا الفيديو بالسفنج اللي كنت درته ايضا، وضعت عليه شويه معجون من فوق. الكونفيتور دابريكو راح يمدلو هذيك الحلاوه، راح يزيدلو في البنه. على بالي باللي ايضا كامل تعرفوا ديروا السفنج، وهناك عده وصفات في اليوتيوب على السفنج. اذا حبيتوا نشارك معكم الوصفه تاعي فيها ايضا تدبيره بسيطه. وهكا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. عزيزاتي المتابعات، حاولوا تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم اي فيديو نحطه جديد راح تصلكم نوتيفيكاسيون. والى فيديوهات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.